هتقيس الضغط استنى شوف الفيديو ده الأول. السلام عليكم، معاكم دكتور إبراهيم. النهاردة هنتكلم عن موضوع بسيط لكنه مهم جدا، الطريقة الصحيحة لقياس ضغط الدم. كتير مننا حد يقيس له الضغط ويقول له ضغطك عالي أو ضغطك واطي، لكن في بعض الأحيان المشكلة ممكن ما تبقاش في الضغط، المشكلة ممكن تكون في طريقة القياس نفسها. الفيديو ده هيكون عبارة عن 3 أجزاء. ازاي يتم التحضير بشكل كويس قبل القياس، او ايه اللي ناخد بالنا منه قبل ما نقيس الضغط. الجزء الثاني ازاي نقيس الضغط بالطريقه الصحيحه، والجزء الثالث عباره عن ملاحظات مهمه جدا بعد قياس الضغط. نتكلم في اول خطوه وهي ازاي يتم التحضير بشكل كويس قبل قياس الضغط. الموضوع بيبدا من وحضرتك في البيت. حضرتك وانت رايح تكشف او تقيس الضغط يفضل تلبس حاجه مناسبه لعمليه قياس الضغط، لان ده احيانا بيكون عائق خاصه مع السيدات في فصل الشتاء. يفضل نلبس حاجة خفيفة مش طبقات كتير، ولو الجو شتاء ممكن حضرتك تلبس جاكيت تحته حاجة خفيفة بحيث يبقى سهل تطلع دراع حضرتك من الجاكيت للقياس. تاني حاجة لازم نتأكد إن حضرتك تكون مشربتش قهوة أو شاي أو سجاير أو مارست رياضة قبل القياس بنص ساعة على الأقل. مهم جدا حضرتك تكون مش محتاج تدخل الحمام في وقت القياس، لأن ده بيأثر على ضغط الدم. حضرتك وصلت للمكان اللي هتقيس فيه الضغط. حضرتك هتقعد على كرسي مرتاح، ظهرك مسدود ورجليك الاتنين على الأرض، وتقعد كده على الأقل لمدة 5 دقايق. خلال فترة الراحة وأثناء القياس خلي الجو هادي من غير أي كلام عشان القياس يتم بشكل مظبوط. وطبعا ما ينفعش حضرتك تكون حاطط رجل على رجل لأن ده بيأثر على الضغط، لازم الرجلين يكونوا مسنودين على الأرض. بنرفع الكم أو بنشيل الهدوم اللي مغطية المكان اللي هنحط فيه الكف أو الجزء اللي بيتلف على دراع المريض. طبعا ما ينفعش حضرتك تشمر الكم ويكون خانق دراعك من فوق أو يكون متشمر في المكان اللي المفروض نحط فيه الكف. بعد كده هننتقل للخطوة التانية، إزاي يتم القياس بالطريقة الصحيحة. أول حاجة دراع حضرتك لازم يكون مسنود على المكتب، وبعدين هنبدأ نستخدم جهاز الضغط. لازم جهاز الضغط يكون معتمد، والتنبيه ده خاص مهم جدا لأجهزة الضغط الديجيتال لأن مش كلها معتمدة. وجهاز الضغط ده لازم يتم معايرته بشكل دوري على الأقل مرتين في السنة. طبعا ده لو هو ماشي كويس من غير ما يطلع لنا نتائج غير طبيعية خالص، ساعتها لازم يتم صيانته. بعد كده بنختار الكف المناسبة لحجم الدراع، بتختلف من الشخص الصغير للكبير ومن الشخص اللي دراعه رفيع شوية للشخص اللي دراعه تخين شوية. لازم الكف تكون مناسبة لحجم الدراع. بنلف الكف حوالين الدراع فوق الكوع ب2 ل 3 سم، وفي علامة معينة كده في الكف بتشاور على الشريان. لازم العلامة دي تكون مظبوطة مع اتجاه الشريان العضدي أو البريكيال ارتري، والكف ما تبقاش مشدودة قوي ولا تبقى واسعة. بعد كده بنحط السماعة تحت الكف بسنتي ل2 سنتي فوق الشريان العضلي، والشريان ده بيكون ناحية الداخل شوية من البايسبس تندون أو الوتر بتاع عضلة البايسبس. بنحسه بصوابعنا وبعدين نحط السماعة فوق. نفتح خزان الزئبق ونتأكد إن المؤشر عند 0. نلبس السماعة بشكل صحيح وبعدين نبدأ ننفخ الكف لحد ما النبض يختفي، وبعدين نطلع فوقه من 20 ل 30 مللي. بعد كده نبدأ نفرغ الزئبق بالتدريج بمعدل 2 ل 3 مللي في الثانية، ونبدأ نركز قوي مع الصوت. نبدأ نركز قوي ظهر امتى، وبعدين نفضل مركزين لحد ما يختفي ونلاحظ اختفى امتى. أول صوت النبض بيظهر عنده ده الضغط الانقباضي، وبعد كده نفضل متابعين لحد ما يختفي، والرقم اللي بيختفي عنده ده الضغط الانبساطي، وبنسجل القراية. طبعا لو هنقيس بجهاز ديجيتال الموضوع بيكون أسهل بكتير. بنلف الكف على الدراع فوق مفصل الكوع ب2 ل 3 سم، نظبط العلامة اللي في الكف مع اتجاه الشريان، وبعد كده بنضغط على الزرار بتاع بداية القياس وهو يقيس لوحده بس مع الالتزام بجميع النصايح التانية. جميل جدا. بعد ما اتعلمنا نقيس الضغط بالطريقة الصحيحة، مهم جدا نعرف إن في أول زيارة للمريض لازم نقيس الضغط في الدراعين اليمين والشمال، والقياس الأكبر هو اللي بناخد بيه، والدراع اللي ادانا القياس الأكبر هو اللي بنقيس منه بعد كده. ومهم جدا برضو إن احنا نسيب فرق دقيقتين بين كل قياس والتاني. وعشان القياس بتاعنا يبقى دقيق ممكن نستخدم البالباتوري ميثود مع القياس ده. طبعا دي نقطة تفصيلية خاصة أكتر بالدكاترة والتمريض. بندون القراية اللي حصلنا عليها، ولو المريض بياخد علاج ضغط بنكتب إن هو أخد علاج الضغط قبل القياس بنص ساعة أو بساعة مثلا. وطبعا مش بنحكم على الضغط من قياس واحد، لازم قياسين أو أكتر في ظروف مختلفة في أوقات مختلفة، وناخد متوسط القياسات، وده هنتكلم فيه بالتفصيل في فيديو لوحده. في سؤال جاوبنا عليه لكن هنقوله بشكل واضح: نقيس الضغط في الدراع اليمين ولا الشمال؟ الحقيقة إن إحنا بنقيس في الاتنين، واللي بيدينا القراية الأكبر هو اللي بنعتمده وبنعتمد قرايته واللي بنقيس منه بعد كده. سؤال تاني: نستخدم الجهاز العادي الزئبقي ولا الجهاز الديجيتال؟
الحقيقة إن حضرتك ممكن تستخدم الاتنين، بس بشرط يكون الجهاز اللي هتستخدمه يكون معتمد ويتم معاينته بشكل دوري. لكن الحقيقة إن آخر التوصيات بتفضل استخدام الجهاز الديجيتال الأوتوميتد عن الجهاز الزئبقي، ده لأن الجهاز الزئبقي بيفرق فيه اختلاف السماع من شخص للتاني، ولو في ضوضاء في البيئة المحيطة، كل دي حاجات بتأثر على القياس. لكن المشاكل دي مش موجودة في الجهاز الديجيتال. وبكده نكون خلصنا موضوعنا النهارده. أتمنى حضراتكم تكونوا استفدتوا. شاركوا الفيديو مع اللي بتحبوهم ويهمكم صحتهم، وأشوفكم في فيديو جديد.